وقال لي تعالي أصالحك على جوزك قبل ما أنزل على شغلي. قلت له طيب استنى أحضر لك الفطار وافطر الأول وبعدين نروح له. وفعلا عملت الفطار وقعد يفطر، ولما قعد علشان ياكل قال لي تعالي افطري معايا. أنا اسمي ملك وعندي 25 سنة ومتجوزة من 3 سنين وما عنديش ولاد. ولما اتجوزت سكنت مع جوزي في بيت العيلة بتاع أهله. اتجوزنا يعني في شقة في دور لوحدنا في بيت العيلة. احنا من قرية ريفية صغيرة، وأهلي ناس على قد حالهم، لكن أهل جوزي كانوا من عيلة كبيرة وميسورة ماديا. وجوزي كان أكبر واحد في اخواته، هو عنده أخين، واحد مسافر برا وبيشتغل والتاني متجوز ومخلف وعايش معانا في شقة في نفس البيت اللي احنا فيه. وكمان كان له اخوات بنات وكانوا متجوزين وساكنين مع أزواجهم برا البيت. أنا لما جوزي طلبني للجواز في الأول ما كنتش موافقة عليه علشان هو طلق مرتين، وفي المرتين اللي اتجوز فيهم دول ما كانش خلف، واللي كان بيتقال عليه عندنا في القرية إن هو طلق في المرتين دول علشان مش بيخلف. لكن طبعا هو وأهله ما كانوش بيقولوا كده، هما كانوا بيقولوا إن أسباب الطلاق في المرتين اللي فاتوا إنه يعني كان عنده مشاكل معاهم ومحصلش ما بينهم توافق. هما أهلي فرحوا بيه أوي لما اتقدم لي وقالوا لي وافقي عليه، ده انت هتعيشي معاه عيشة مرتاحة. هو كان أكبر مني ب10 سنين وكان معاه دبلوم تجارة، وكان شغال مع أبوه في الأرض بتاعته. وأنا كنت مخلصة دراسة لحد تالتة ثانوي وأخدت الدبلوم بس عمري ما اشتغلت. أنا من أول ما اتجوزته من 3 سنين ما كنتش مبسوطة معاه خالص، رغم إن احنا كنا عايشين في شقة لوحدنا في بيت أهله. يعني كنا عايشين في بيت العيلة بس مستقلين في شقتنا لوحدنا، وأي طلب مادي كنت أنا بطلبه منه كان بيجيبهولي على طول. لكن طول فترة الجواز دي ما حصلش حمل، وهو خدني ووداني لكذا دكتور، وكلهم لما كشفوا عليا قالوا إني سليمة وأقدر أخلف. وآخر دكتور رحتله برضه قالي إني سليمة. بس بعد ما رجعت في اليوم ده على البيت أنا وجوزي اتخانقت معاه خناقة كبيرة قوي، وقلت له انت كمان لازم تروح لدكتور علشان المشكلة دي أكيد عندك انت، وبسبب المشكلة دي احنا مش بنخلف. فأنا أول ما قلتله كده اتخانق معايا وطردني برا البيت، وكان الوقت متأخر قوي ساعتها، وحلف عليا يمين طلاق إني مش هبات في البيت في اليوم ده. وهو لما كان بيتخانق معايا قال لي أنا زي الفل وأقدر أخلف تاني، وأكيد المشكلة دي عندك انتي. وأنا رديت عليه وقلتله ازاي ما انت وديتني لأكتر من دكتور وكلهم قالوا إني سليمة، أكيد المشكلة دي من عندك انت. فراح متعصب عليا وطردني برا البيت. واحنا طبعا ساكنين في بيت عيلة كبير بتاع أهل جوزي، حمية وحماتي ساكنين في دور وأنا وجوزي في دور، وسيلفي اللي هو أخو جوزي اللي أصغر منه هو ومراته وولاده عايشين في دور تاني. لما جوزي طردني أنا ما بقتش عارفة أروح فين لأني كنت بهدوم البيت، فنزلت خبطت على باب شقة حماية وحماتي، فضلت أخبط عليهم كتير بس محدش فتحلي، وقلت أكيد هم نايمين لأنهم برضو كبار في السن وبيناموا بدري. وقعدت أعيط على السلم لأن أهلي كانوا ساكنين بعيد عن بيت أهل جوزي، وما كانش فيه وقتها مواصلات قريبة مني ولا أقدر أروح عندهم في الوقت ده. وكمان إزاي هطلع من البيت وأنا بلبس البيت كده. ولما كنت قاعدة على السلم أنا لقيت سيلفي راجع من برا، وهو لما لقاني قاعدة زعلانة سألني مالك، فحكيت له على كل حاجة حصلت مع جوزي. فهو قال لي طيب تعالي ادخلي الشقة عندنا وأنا شوية وهروح أجيب أخويا علشان يصالحك، معلش كل البيوت بيحصل فيها مشاكل، وأصلا أنا عارف إن أخويا طيب، بس معلش هو عصبي شوية. وأخو جوزي أخدني على شقته، ولما رحت عنده كنت فاكرة إن مراته في البيت، لكن لما دخلت الشقة عرفت إن مراته بايتة هي والعيال عند أهلها علشان أمها يعني تعبانة شوية، وهو كان في الشقة لوحده. وفضل سيلفي يتصل بجوزي لكن هو ما كانش بيرد عليه، وقال لي اصبري الصباح رباح، دلوقتي الوقت متأخر ادخلي نامي، والصبح أنا هوديكي لجوزك وهصالحكم، وعلشان ما يبقاش في إحراج أنا هنزل أبات في شقة أمي وأبويا. قلت له بس أنا خبطت على بابهم كتير ومحدش فيهم فتحلي، فأكيد هم ناموا. فهو قال لي أنا مش هخبط عليهم، أنا معايا مفتاح لشقتهم وهنزل أبات عندهم وانتي خدي راحتك واعتبري البيت بيتك. وأنا فعلا بيت في شقة سيلفي وهو نزل بيت في شقة أمه وأبوه، وعلشان هو بيروح الشغل بتاعه بدري الصبح طلع الشقة بدري وكان في منتهى الذوق والأدب معايا، وخبط عليا وما فتحش بمفتاحه، وقال لي تعالي أصالحك على جوزك قبل ما أنزل على شغلي.
قلتله طيب استنى أحضر لك الفطار وافطر الأول وبعدين نروح له. وفعلا عملت الفطار وقعد يفطر. ولما قعد علشان ياكل قالي تعالي افطري معايا. ولما قعدت علشان اكل معاه لقينا باب الشقة بيتفتح بالمفتاح ومراته وولاده رجعوا. لكن للأسف لما مراته لقيتني لابسة هدومها وفي بيتها وبفطر مع جوزها افتكرت إن في حاجة غلط بتحصل، وفضلت تزعق وعملت عمايل جامدة، وراحت على طول خبطت على جوزي وخبطت على حماية وحماتي وقالت لهم تعالوا شوفوا اللي بيحصل في شقتي. وقالت لجوزي أنا كنت بايتة عند أهلي ورجعت لقيت مراتك في شقتي لابسة هدومي ومع جوزي. وأنا وسيلفي حاولنا نفهمها الموقف لكن هي مقتنعتش أبدا، وجوزي لما سمع منها الكلام ده صدقها وطلقني، لأنه افتكر إنه لما طردني أنا كنت بايتة مع أخوه، بالرغم إن أخو جوزي حكاله على كل حاجة، لكن هو برضه مصدقهوش وطلقني. وأنا على قد ما كنت زعلانة من كل اللي بيحصل ده لكن حسيت إن أنا مرتاحة وإن الحاجة الكويسة اللي حصلت لي في الموضوع ده إني اتطلقت، لإني أصلا ما كنتش مبسوطة مع جوزي خالص في حياتي من أول ما اتجوزنا، وأكتر من مرة كنت بروح أقول لأهلي إن أنا عايزة أتطلق لكن هما ما كانوش بيبقوا راضيين. وبعد ما اتطلقت رجعت البيت أهلي تاني وفضلت عايشة معاهم، لكن مرات أخو جوزي ما كانتش بتسيبني في حالي، ما خلتش حد في البلد إلا لما حكيت له على اللي حصل، وما بقاش في حد بيطلبني للجواز بسبب كلامها عليا. وهي أساسا في اليوم اللي جوزي طلقني فيه اتخانقت مع جوزها خناقة كبيرة قوي، لكن بعد كده هما الاتنين اتصالحوا والأمور رجعت عادية ما بينهم. وأنا على طول كل شوية بسمع كلام من حد عندنا في البلد من الكلام اللي هي بتقوله عليا، فاتصلت بسيلفي واشتكيت له من تصرفات مراته ومن كل الكلام اللي هي بتقوله عليا، وقلت له كلامها ده هو السبب إن حالي واقف وإن محدش بيتقدم لي بعد ما عدى فترة على طلاقي. وهو اتكلم معاها وفهمها إن هي ما تعملش كده تاني، بس برضه هي ما كانتش بتسمع كلامه وبرضه مستمرة على نفس الكلام اللي بتقوله، وأنا هتجنن منها ومش لاقية حلول. ومن أيام قليلة أنا كملت 6 شهور متطلقة، ولقيت سيلفي جنة البيت عند أهلي، وقابل أبويا وقعد معايا وطلب منه إن هو يتجوزني على مراته، وقال لأبويا إن هو حاسس إن هو سبب إن أخوه طلقني، وقال لي إني لو وافقت على الجواز منه هو هيقعدني في شقة بعيدة عن بيت أهله وهنبقى براحتنا ومحدش هيعرف عننا حاجة، والجواز هيكون شرعي وكله تمام بس مش هنقول لحد دلوقتي علشان مراتي برضه ممكن تعمل مشاكل. هو قعد معايا أنا وأبويا وقال لنا الكلام ده كله وقال لنا فكروا وردوا عليا، والكلام ده كله كان من كام يوم، وأنا وأبويا بنفكر ومش عارفين نعمل إيه. الموضوع صعب ويحير، أنا مش عارفة ألاقي حلول ودماغي هتنفجر من التفكير، وحكيت لكم حكايتي علشان محتاجة إن انتوا تساعدوني وتفكروا معايا. أرجوكوا قولولي رأيكم وساعدوني. دي الحكاية اللي كانت معانا النهاردة، وصاحبة الحكاية مستنية رأيكم في التعليقات، ياريت تساعدوها وتكتبوا رأيكم، وياريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.